السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يا أمارات هنعمل مع بعض الفراخ المشوية على الفحم في البيت، وهنعملها بتتبيلة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وتقدري تستخدميها في تتبيل جميع أنواع اللحوم. ودلوقتي يلا بينا مع بعض نسمي الله ونشوف الطريقة. ودلوقتي هنجيب البلانشة اللي هنقطع عليها، ومعنا الفرخة. وزن الفرخة طبعا بيكون على حسب رغبتك، بس تخلي بالك يا أمرايا ان الفرخة كل ما بتزيد في الوزن كل ما هتاخد وقت اطول في التسوية. دلوقتي هنقسم الفرخة كده نصين. لازم السكينة اللي انت تستخدميها في التقطيع تكون حامية او تكون سكينة مشرشرة، بتسعف معاكي وبتساعدك انك تقطعي بسرعة. انا قطعت هنا كده الوركين، والورك مسكته قطعته 2، الصفحة لوحدها والدبوسة لوحدها، وجيت هنا في الصدر من ورا وقطعته كده نصين، وهقطع الكتف لوحده والصدر لوحده، والفلقة التانية كذلك الصدر لوحده والكتف كده لوحده. وهنا بعد ما قطعت الفرخة كده وخلصتها كده، الفرخة انا قطعتها 8 اجزاء، وجبت بولة وحطيت فيها شوية مية عشان اجهز المحلول اللي هنقع فيه الفرخة. هنا معانا معلقة كبيرة من الملح، وهضيف عليها كمان معلقة كبيرة من السكر، وهنحط كمان شوية من الخل، واقلب الملح والسكر بقى كده لحد ما يدوبوا. وعندي هنا قشر برتقان هضيفه عليه بيحوش الزفارة، وفي نفس الوقت لو ما عندكيش قشر برتقان ممكن تضيفي قشر ليمون بديل ليه. ودلوقتي هنسيبهم منقوعين شوية لحد ما نعمل التتبيلة. ومعايا هنا طماطمتين متقطعين، وبصلايه كبيره برضو مقطعاها، وهنا قرن شطه، وحوالي 10 فصوص من الثوم. هننزل بيهم كلهم كده في شفشق الخلاط، ولو مش حابه تضيفي القرن الشطه ممكن تضيفي مكانه قرن فلفل. ودلوقتي بعد ما ضربنا التتبيله كلها كده في الخلاط، هننزل عليها بمعلقه كبيره من الملح. ننزل بالبهارات، معنا هنا قرفة وجنزبيل وفلفل أسمر بابريكا وكاري وكبابة صيني، ونعصر عليهم ليمونة كاملة. وبعد كده ننشل الفراخ من المحلول اللي كنا هنقعينها فيه. شايفة المحلول خلى الفرخة معاكي بقت شهيقة البياض خالص ازاي، وكمان بيخلي اللحمة بتاعتها تنعم كده في الأكل، ما تشدش معاكي بعد التسوية. ودلوقتي هنغزغز بالسكينة كده الفراخ، هنفتح المسام بتاعتها، هناخد كل قطعة كده ونغزغزها بالسكينة كده، نخلي المسام بتاعتها تتفتح معانا عشان لما نحط عليها التتبيلة تشرب من التتبيلة بكل سهولة، وبص تلاقيها كده اتبلت وبقى طعمها حلو. واجيب التتبيلة بقى كده وانزل بنصها كده فوق الفراخ، واقعد اخد منها بقى كده وما بين الجلد واللحم كده في الفراخ، في قطع الفراخ، واحشيها عشان تبقى متبلة كده وتشرب منها كويس. احشي كده ما بين اللحم والجلد، واجيب بقى قطعة قطعة كده واخد من التتبيلة وادهن قطعة الفراخ، واحاول ان ادخل في المسام بتاعتها. وبعد ما نتبل كل قطعة بالشكل دون، الحبة التتبيلة اللي هيبقوا هنضيفهم عليهم، ونسيب بقى الفراخ كده بره التلاجة لمدة 2 ساعة عشان تتنقع وتشرب من التتبيلة كويس. وبعد مرور 2 ساعة رصيتها كده على الشبكة، وحطيتها على الفحم فوق الشواية. الفحم مولعينه وحطينه في الشواية، بتولعي قطعة على البوتاجاز وبتحطيها في وسط الفحم في قلب الشواية، بتبص تلاقيه لقط كله وولع. وكل ربع ساعة بتقلبي في الشبكة، بتبص تلاقيها احمرت بالشكل اللي قدامك ده. بنفضل من وقت للتاني كده نقلب بالشبكة كده لحد ما الفراخ بتستوي معانا. وطبعا اللي لسه ما حطش اللايك ما ينساش يحط البصمة الحلوة، واللي ما اشتركش في القناة اتمنى ينورني. وما شاء الله طول ما هي بتشوي الريحة بتاعت التتبيلة قلب المكان. ودلوقتي بعد ما شويناها واستوت نزلناها كده بقى من على الشواية. التتبيلة بتاعتنا كانت تتبيلة بسيطة جدا وموجودة ومتوفرة في كل بيت، وما شاء الله بتطلع نتيجة هايلة جدا. وملحوظة ليكي يا أمرايا، أثناء الشوي تشوي في مكان مفتوح
عشان خاطر الدخانة اللي بتطلع. وفي نفس الوقت احنا بنسلط عليها مروحة، ولو ما عندكيش مروحة بتهوي عليها بأي حاجة. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا النهاردة نال إعجابكم، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.